هالو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده اول يوم جامعه بالنسبه لي. يا جماعه هي الجامعه داخله بقالها كتير، بس انا ده كان اول يوم ليا. فكنت نايمه، صحيت من النوم، قمت. طبعا كانت لسه الدنيا الفجر. بصوا الدنيا ضلمه كحل. بصوا مفيش الدنيا ضلمه، القلعه منوره تمام. قمنا لبسنا، ما وريتكوش الاوتفيت، هتشوفوه في الريلز فابقوا شوفوه. على ما رحت وركبت لقيت عربية اصلا. كان النهار ابتدى يطلع كده، انا كنت ماشية في الضلمة اصلا. فكان النهار ابتدى يطلع. انا بصراحة بحب السفر في الوقت ده، بيبقى جميل قوي. وغير كده انا مجبرة، يعني هو مش بمزاجي ان انا اسافر في الوقت ده او الوقت تاني. انا مجبرة لان انا بيبقى عندي محاضرات وسكاشن الساعة 9 او الساعة 10، فيادوبك هو الطريق بيبقى 3 ساعات يعني. تمام. فانا كنت راكبة للسلام لان ده اقرب حاجة ليا للشرقية. طبعا رحت الموقف واتصدمت ان مفيش عربيات خالص. ففضلنا ندور كده ونحلق على العربيات، انا وصحابي نجري هنا وهنا وهنا لحد ما لقينا عربية الحمد لله وخدتنا. و تصور لكم الطريق بتاع الجامعة فين دلوقتي. كان عندي فضول ان انا اغني مسافر في الطريق وحدك، ما عدتش طفل زي زمان خالص. طبعا الاكل، لازم الاكل يا جماعة لازم. الشمس بقى كانت ابتدت تطلع كده والدنيا تبقى جميلة. الكلام ده كان الساعة 8. احنا كنا انا واصلة الموقف بدري، بس قعدنا تقريبا ساعة او ساعة ونص على ما العربية جت وعرفنا نركب يعني. ف الشمس بقى والزرع والخضرة بصراحة جميل. وهنا كنا وصلنا الشرقية. انا يا جماعة للي ما يعرفش، انا في معهد عالي خدمة اجتماعية. المعهد تحفة. انا يعني حبيت اوريكم المعهد كده من جوه، كديزاين كشكل بصوا، هو بصراحة المعهد جميل ويعني احسن من معاهد كتير قوي. ليه يا ياسمين ما جيتيش المعهد في القاهرة، او يعني ما حولتيش وجيتي القاهرة؟ لان بصراحة المعهد هناك يعني انا مش شايفاه وحش عشان ان انا احول، وانا ما بروحش كذا يوم. يعني انا بروح مثلا يوم يومين 3 ايام بس في الاسبوع. المعهد بالنسبة لي الصراحة مش وحش خالص، بالعكس المعهد كويس والدكاترة كويسين، الامتحانات كويسة. يعيبه بس ان هو في حتة ارياف شويتين، بس هو مش عيب يعني، عادي. انا بتعامل عادي وتعودت بقى على الناس والمطاعم. كشري المجنون، لو حد من كشري المجنون هيشوف الفيديو ده انا هديكوا 10 من 10 بجد يعني. واللي بيشوفني وعارف يعني انا فعلا اتأقلمت على الشرقية وخلاص اتعودت على هناك. فخلاص بقى قلت يعني هي سنة راحت وادي التانية، فخلاص بقى هنقعد مش هحاول. مع اني كنت جايبة تقدير السنة اللي فاتت يعني. المهم هنا كان عندنا اجتماع كده تعريفي بالدكاترة والمجموعات، وهنتنسق ازاي وهننزل ازاي. الدنيا كانت زحمة جدا، بجد كنت ندمت ان انا رحت. يعني هنا انا كنت بقول يوم ملهوش لازمه ويا ريتني ما رحت، بس يعني برجع واقول ايه، اديني شفت صحابي وتصورت والدنيا كانت حلوه يعني. بس وهنا استنيت لما المدرج كله فيديو خرج ايه خرج دي، المدرج كله فيديو خرج عشان اعرف اصور لكم اللقطه دي. وبصراحه كنت برضو بخلي صحابي يصوروني يعني كده. وهنا نزلت ادفع المصاريف، وهنا كنت بغني يقولوا للي اكل الحرام يخاف. ده اللي بالنسبه للجامعه اللي واخده المصاريف بتاعتي. الجامعه اللي واخده المصاريف بتاعتي يا جماعه، عايزه اقول لكم ان انا استنيت لما المدرج فيش عشان اصور لكم المدرجات وانا خارجه. يعني يوم ملوش لازمه بجد، بس انا اتبسطت ان انا رحت عشان صحابي. الفلوس، المقطع اللي فات كان مترحل، فلوسي وكاشاتي، وقولوا للرقم الحرامي يخاف. اللي واخده المصاريف بتاعتي وكانوا عايزين يدفعوني الترم تاني، بس انا عشان شطوره كنت مصوره الايصال ما دفعونيش، وانا كنت دفعت المصاريف وخلصنا خلاص كده. بالنسبه لي اليوم خلص. نروح بقى ناكل كشري، احلى طبق كشري باكله بجد يعني يا جماعه. من احسن الاماكن اللي كلت فيها كشري في الشرقيه هو كشري المجنون، بجد وهم تحفه بجد. يعني انا حرفيا بستنى ان انا اسافر علشان اكل الكشري ده. هنا بقى كنت خلاص راجعة، وكنت ركبت وراجعة. انا رجعت بدري يعني، ما كانش عندي محاضرات كتير الاسبوع ده، لانه اول اسبوع زي ما قلت لكم احنا طبعا ما خدناش حاجة. ده اجتماع تعريفي،
كل واحد بيعرف مجموعته هيتدرب مع مين وهنعمل ايه، فيعتبر معملناش حاجة. انا بس الاستفادة اللي انا خدتها ان انا سافرت دفعت المصاريف وشفت صحابي، اتصورت وكلت الكشري عشان كنت هموت واكله، وشفت صحابي عشان كانوا وحشني، ودول فعلا اغلى حاجة في حياتي وهما اللي بيهونوا عليا الطريق وكده يعني. وبس هنا كنت راجعة بقى، عايزة اقول كنت راجعة مصدعة وتعبانة والقولون تعبني، بس يعني اليوم كان لذيذ مش قوي، بس يعني كان لذيذ بصحابي و باليوم يعني. انا اتصورت صور حلوة هتلاقوها في المكان التاني، روحوا شوفوها، اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس في اول كومنت. هو بس يعني انا بقى بص كان شكلي مرهق جدا 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 بجد، وانا خلصت ورجعت الشغل. فلو عايزين ابقى اصور لكم يوم مثلا في شغلي ممكن ابقى اعملها لكم. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. يعني انا حبيت يبقى فلوج خفيف لطيف ظريف بسيط وبس. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل للطلاب اللي هم مش شرقيه، ونتقابل نعمل يوم كده نتقابل فيه وبس. وقولوا رايكم في الكومنتات، وهل حبيتوا نوعيه الفيديوهات دي ولا ما اعملهاش تاني. يعني انا بحب اشارككم كده لو جزء من حياتي، فده جزء بسيط يعني. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك زي ما قلت لكم والاشتراك في القناه وتعملوا شير. هنا بقى كنا وصلنا القاهره الحمد لله، وصحابي قالوا لي تعالي نشرب تمر او قصب. يا جدعان بطني مش قادره. قالوا لي لا تعالي هنشرب عصير، قلت لهم حاضر. يعني صحابي هقول لهم ايه طيب. رحنا قلت للراجل عايزه كوبايه تمر صغيره، والله قلت له عايزه كوبايه تمر صغيره. ده الاجتهاد بتاعنا، التليفونات والكشاكيل والحاجات دي ملناش دعوه. قلت له عايزه كوبايه تمر صغيره. بصوا كوبايه التمر اللي جابها لي بقى، بصوا يعني عايزاكم بصوا ايه كل دي بقى، يعني ايه كل دي. انا فضلت اشرب واشرب واشرب، في الاخر ما شربتهاش كلها والله، بس ما كنتش قادره اكملها وكنت بطني وجعاني. وبس كده، ده الفيديو النهارده. توحشوني جدا جدا، باي باي.